السلام عليكم. هعلمكم النهاردة ازاي تنضفوا الخلاط المونونيكس الفرنساوي بطريقة سهلة وبسيطة. انا سبته كده كام اسبوع عشان يعمل لي الشكل ده، عشان اوريكم الفرق قبل وبعد. هنبدأ ان احنا نفك الفيونكة الحمرا ديت زي ما انتوا شايفين، سهلة خالص في فكها. شايفين بقى السواد والحاجات دي كلها، ده كله رواسب من العصاير، اي حاجة بتعمليها في الخلاط الرواسب بتاعتها بتنزل تحت. هنبدأ طبعا الجزء ده ناشف شوية، فاحنا هنجيب سكينة بس مش هنجرح الخلاط. هنبدأ بس ان احنا نزق بيه بالسكينة كده، نخلي الهواء يدخل جوه عشان تتفتح على طول كده. هبدأ ان انا اطلعها على طول، هتشد معايا على طول كده. طلعت معايا، حاولي بس بالراحة وتدخلي الهواء حوالين الخلاط كله وهتشوفي. هغسله بقى وهيبقى جميل جدا وكأنه لسه جديد. شايفين كل الرواسب دي كده بعد ما غسلته اهوت؟ بصوا السواد اللي كان موجود فيه راح تماما، والحاجات دي كلها. ده الغطا بتاعه برضو، دي القاعدة بتاعته اللي وريتها لكم. الحاجة اللي ما تطلعش معاكي بعد ما تغسليها حطيها في كلور، هتنضف على طول. شفتوا رجعت جديدة وطبعا الخلاط ده دايما لازم يتغسل كويس عشان الرواسب دي بتعمل روايح وحشة في الاخر. وبس زي ما احنا شلناه ركبناه زي ما هو كان تاني عادي. بدأت اركب برضو الفيونكة الحمراء والحاجات دي كلها. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة.